بكرة بمشيئة الله تعالى الساعة 10 لقائنا المرتقب والمصيري مع منتخب الرأس الأخضر. منتخب الرأس الأخضر اللي حقق مفاجآت في الدورة الحالية، وهو متصدر المجموعة لحد الآن بفوزه على موزمبيق اللي احنا اتعادلنا معاها بشق الأنفس 2-2، وفوزه على غانا اللي احنا برضو اتعادلنا معاهم بشق الأنفس 2-2، فتصدر المجموعة. احنا بكرة لقائنا مصيري مع الرأس الأخضر، ودلوقتي بنحسب الحسابات. يعني في حالة ما قدمناش غير الفوز هو اللي يأهلنا كمركز تاني في المجموعة. التعادل يعني ممكن يدخلنا بعد كده في حسبة توالي أحسن توالت وكلام زي كده، والخسارة معناها إن احنا نرجع إن شاء الله، وربنا يسهل ما يحصلش الكلام ده ونفوز إن شاء الله. الرأس الأخضر طبعا هي كدولة تأسست سنة 75، هي مستعمرة برتغالية استقلت عن البرتغال سنة 75. بعد ما قامت ثورة في البرتغال سنة 74، قامت ثورة فيها سنة 75 وطالبوا بالاستقلال، وبدأوا بعد كده بمعرفة الرياضة ابتداء من سنة 1982 تأسس اتحاد الكرة في الرأس الأخضر. يعني عمرهم في الرياضة ما يزيدش عن 42 سنة. طبعا هي اشتركت في مسابقات قبل كده، كان من ضمن مفاجآتها في نسخة 2013 انها خرجت المغرب من الادوار المجموعات، وفي 2015 خرجت من المجموعات برغم عدم خسارتها اي مباراة، لكن حققت 3 تعادلات، عشان كده خرجت من ادوار المجموعات. الرأس الأخضر زي ما قلنا دولة حديثة جدا، هي لحد سنة يعني القرن الخامس عشر كانت أرض فاضية، مجموعة جزر في المحيط الأطلنطي. اكتشفها البرتغاليون، خدوها كمحطة لتجارة العبيد اللي بيجيبوهم من أفريقيا، والأخص من أنجولا وغينيا بوساو. كانوا بيعملوها محطة لتجميع العبيد، وبعد كده يطلعوا بهم يبيعوهم في الأمريكتين. وبعد كده مرحلة متقدمة وطنوا فيها بعض العائلات البرتغالية وعائلات من أوروبا، وحطوا معهم عائلات من أفريقيا كخدم لهم. من الخليط ال3 الجنسيات أو ال3 أعراق دول تكون شعب الرأس الأخضر الحالي. اتجوزوا من بعض فنشأ اللي هو الشعب أو العرق الحالي اللي موجود بينهم. حتى لغتهم مزيج بين ال3 لغات اللي هي البرتغالية والأوروبية واللغات المحلية هناك، وتزوجوا من بعض وأسسوا الدولة ديت زي ما قلنا في سنة 75 نالت استقلالها. الرأس الأخضر هتلعبنا بكرة إن شاء الله في المباراة. هم طبعا طالعين بمستوى عالي جدا، احنا مستوانا كمنتخب مصر لا يليق بنا على الإطلاق. ما قدمناش بكرة زي ما بقول لحضراتكم إلا الفوز. يعني كل الدعوات للمنتخب عندنا. طبعا المباراتين اللي فاتوا كانوا دون المستوى، ما حدش فينا راضي عنهم خالص، لا على أداء اللاعبين ولا أداء مدرب، والمدرب ده قصة لحاله ونبقى نتكلم فيه بعد البطولة إن شاء الله. المدرب اللي هو بيفكر، يعني تعرفوا مدربين اللي بيشتغلوا في مراكز الشباب خاصة في القرى، كل إمكانياته إن هو كان لاعب قديم لما بطل يعني بيدرب المنتخب مركز الشباب ببعض التوجيهات. هو لا يملك من الخبرات، لا عنده دورات ولا هو بس مجرد كان لاعب. ممكن يكون عنده حارس مرمى جيد، يكون عنده مهاجم بيعرف يشوط ويعرف يكسب بيهم وخلاص، لكن كخطط وكلام من ده ما عندوش. الراجل ده بالظبط كأنه كان بيلعب في مركز شباب وبطل كرة، فقال ايه اما درب الناس دي. طبعا هو واتحاد الكرة من وراه أجرموا في حق الرياضة المصرية جرم شنيع جدا، وممكن نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين إن شاء الله. بكرة كل الدعوات للمنتخب المصري اللي بيمثلنا، واللي نتمنى إن هو يفوز بأي حال من الأحوال بعيدا عن الأشخاص، ويا رب نتأهل إن شاء الله ونحقق البطولة. بعدين نبقى نشوف موضوع المدرب والاتحاد. كل الدعوات والأمنيات لمنتخبنا بكرة إن شاء الله، ويا رب يا رب نطلع لكم بعد المباراة بفيديو نبارك لكم، مع الأخذ في الاعتبار المباراة الساعة 10 ده بتوقيت مصر. عندنا احنا الساعة المباراة بتبدأ 12 تنتهي 2، يعني احنا بنسهر ليها وعندنا شغل تاني يوم ما بنقدرش نتغيب عنه. بنتعب معاكم
زي ما انتم بتتعبوا في الملعب، فقدروا تعبنا ده واهدوا لنا الفوز إن شاء الله.